الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك. ابو شعلان، ابو شعلان، ابو شعلان، شهر ولحمة. نورتونا والله يا جماعة. الله الله يا ابو شعلان، تسلم ايديك، تجعله عامل على طول. الله يخليك. كفايه كده يا ابو شعلان، احنا مش جايين نكلفك هنا. يا ناجي بيك، مصر بلد الكرم والجود، والمثل بيقول جود بالموجود، وهذا كله من خيركم. الله يخليك، ما هو مصر وفلسطين ايه؟ ما هو واحد. أكيد. ليه ما بتاكل يا ناجي بيك؟ لا معلش، اصل انا طول ما انا بفكر ما بعرفش اكل. ممكن فنجان قهوه؟ على عيني وراسي، أحلى فنجان قهوة يعدل مزاجك. ربنا يخليك. طول عمري نفسي اتجوز واحده فلسطينيه. الجمال اللي مش موجود ده، تلاقي العيون مسحوبه والرمش قد كده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا راجل الطعس ده، احنا لسه جايين دلوقتي من نفق كانه التربه. ايه يا شيخ حسن؟ وانا بقول اصاحب؟ انا بقول اتجوز. انا بعد اللي انا شفته في النفق ده انا مش مصدق ده لسه عايش. انا قطعت الخلف خالص. صحة وهنا يا شباب. واحفظك. اتفضل يا ناجي بيك، اتفضل اعدل مزاجك. هي البلد مالها فاضيه كده ليه يا ابو شعلان؟ الحقيقة يا ناجي بيك في مشكلة حصلت، اتفضل. والطريق هالحين مقفولة. امال احنا هنروح غزه ازاي؟ بالليل إن شاء الله لما تهدى الأمور شوي حنروح غزة، بس هلأ أنتم منورينا والدار داركم. هي المشكله بين مين ومين؟ بين جماعة فتح وجماعة حماس. وايه سبب المشكله؟ سبب بسيط جدا. واحد من جماعة فتح بيجوز ابنه، يعني عامل فرح. أجا لعنده واحد من بتوع حماس عشان يهنيه ويبارك له، قام فجر صاروخ بالفرح. صاروخ؟ صاروخ سكود ولا كاتيوشا؟ لا 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 يا ناجي بيك، صاروخ من هاللي بفرقع بالفرح. لكن جماعة فتح اعتبروا انه ايه، هي اهانة الهم وحيخربوه من الفرح. وجماعة حماس اعتبروا انه هذا الكلام مش مزبوط. بعدين الصاروخ يا ناجي بيك كان حيعمل حريقة بالفرح، لكن اللي حصل بعدين انه صار بينهم عركة كبيرة جدا. ربنا يهدي النفوس. امين يا رب العالمين. انا رح اقوم جيب لكم الشاي عن اذنكم. ربنا يخلف عليك يا ابو شعلان. بقول لك يا كبير، انا شايف ابو شعلان يعني بيقول لا مؤاخذه حماس ولا مؤاخذه فتح. انا لا مؤاخذه ايه دول بالظبط؟ تعرفش مين حماس ومين فتح؟ لا يا باشا ده سايت اعداديه، هيعرف منين ده؟ تعرف انت حسام؟ امال ايه يا باشا؟ ده انا مؤهل عالي. انت نسيت ولا ايه؟ انا بكالوريوس تربيه رياضيه. وبعدين في ايه يا جدعان؟ حد ما يعرفش حماس وفتح؟ تعرف ايه؟ ايه؟ تعرف ايه؟ شفتهم يا باشا في التلفزيون، قناه الجزيره، الاتجاه المعاكس. كانوا جايبين اتنين قاعدين قصاد بعض كده والمذيع في النص. واحد فيهم كان بيتكلم بحماس، قام التاني اتفتح فيه. هو الشاي اتاخر ليه؟ وانت يا ابراهيم؟ لا يا باشا، انا بتفرج على ميلودي، ماليش انا في الجزيره. بقى ما حدش عارف حماس وفتح. انتوا مش عايشين في الدنيا. والنعمه الشريفه ما عدت علينا يا باشا. لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكوا، لازم تفهموا كويس. وايه المشكله ما بينهم بالظبط يا باشا؟ المشكله ان دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول. راحوا دول ضاربين في دول، دول يسكتوا؟ لا. المشكله بين دول ودول جات على هوا دول. امريكا واسرائيل طبعا عايزين يوقعوا دول مع دول، مع ان دول نفسيهم واعيين مع بعض لوحديهم من غير دول. واحنا في النهايه يهمنا ايه؟ يهمنا ان دول يبقوا مع دول. طب انا عندي سؤال يا باشا، احنا مع دول ولا مع دول؟ احنا شويه مع دول وشويه مع دول. هو من هنا لغزه قد ايه يا ابو شعلان؟ حوالي 20 كيلو يا ناجي بيك. لا تقلق حنوصل، الحجة فاطمة عم تستنانا.
على وين يا ابو شعلان؟ على بيت الحاجة فاطمة بالشيخ عجلين. وين هويتكم؟ الجماعة ضيوفنا، أمانة برقبتنا يا أبو مجاهد. على راسي يا ابو شعلان، انا بعتذر لك، ما راح تقدر تمر بالسياره اليوم، عندي تعليمات امنيه، ما في سياره تمر من هون اليوم. اذا بدك توصل لحد فاطمه راح تكون على رجليك اذا بتريد. على رجلينا؟ بس المسافة طويلة كتير ونحن مستعجلين، والجماعة وراهم شغل يا أبو مجاهد. هذه تعليمات يا ابو شعلان، وانت سيد العارفين. هي المخيمات. عشوائيات.